رياض محرز بيقول بنعتذر لجماهير الجزائر ويكون عندهم لاعبين جدد يسعدوهم. وسام ابو علي بيقول سعيد بالجو الدافئ في مصر واتمنى ان اجلب عائلتي الى هنا. هاتهم يا حبيبي هاتهم، كله بيجي والله. مصر بتساعد الحبايب ملايين. من الاخبار الحلوه اللي تحسسك بالفخر كده، يقول لك بيع قميص رونالدو لسيده سعوديه في مزاد علني مقابل 125 الف دولار، يعني بالمصري دلوقتي على حساب دولار ب 60 جنيه حوالي 7 مليون جنيه ونص. يعني انت يا شحات يا جربان يا اللي بتتفرج عليا دلوقتي وبتسمع الكلام ده، بتمن الفانيلا ديت تبقى من اغنياء العالم او تحقق كل احلامك يعني. وسام ابو علي بيقول ان محمد صلاح اسطوره ومن افضل اللاعبين في العالم. والله انت كلامك مظبوط يا وسام. كلنا عرفنا خلاص ان مواجهات الدور 16 في كاس الامم الافريقيه مصر ضد الكونغو. مصر الفرقه اللي ما كسبتش ولا خسرت ضد برضه الفرقه اللي زيها لا كسبت ولا خسرت الكونغو برضه في 3 ماتشات بتوعها اتعادلت ماتش 1-1 والماتشين التانيين كل ماتش 0-0. غينيا هتلاعب غينيا الاستوائيه، موريتانيا هتلاعب كاب فيردي، كوت ديفوار هتلاعب السنغال، مالي هتلاعب بوركينا فاسو، المغرب هتلاعب جنوب افريقيا، ناميبيا هتلاعب انجولا، والكاميرون هتلاعب نيجيريا. اسهل مباراه في كل دولت هو مصر والكونغو الديمقراطيه. مصر دي حظها في البطوله دي نار، حظها نار. وسام ابو علي بيقول قفشه من اقرب اللاعبين ليه، سجل هدفا ضد الزمالك في نهائي افريقيا. عارفين الجون بتاع القاضيه ممكن بيقول هو بيفرجه لي 3-4 مرات في الاسبوع، بيخليني اشوفه بالعافيه ويقعد يحكي لي عنه. اذا ما شفتوش يقعد يحكي لي عنه، اقول له يا ابني انا جبت اجوان برده كويسه، يقول لي لا بس مش زي ده. الاهلي بيرفض رحيل مصطفى شوبير الى سيراميكا كليوباترا ضمن صفقه محمد بسام وبيعرض حمزه علاء بدلا منه. اشرف عبد العزيز ده محامي كهرباء بيقول فوجئت بتصريح من عضو مجلس اداره الزمالك ان انا قدمت لهم عرض تسويه وهم رفضوا. انا بقول له انا ما قدمتش ومش هقدم اي عروض، وهو العرض بيكون متقدم مكتوب ولا شفوي؟ لو عندك اي حاجه مكتوبه اطلع طلعها على الهواء يا كبستك يا عضو مجلس اداره الزمالك. مالك نادي نانت الفرنسي اللي بيلعب له مصطفى محمد بيقول ان نانت متاثر للغايه في المباراة الأخيرة لغياب مصطفى محمد، ورغبتنا أن يستمر اللاعب بين صفوف الفريق، وإن تلقيت عروضا لرحيله لن أرد لأنني أرغب في الاحتفاظ باللاعب. نادي نانت الفرنسي متمسك بمصطفى محمد. مجلس دبي الرياضي بيعلن عن نظام بطولة كأس دبي بمشاركة الأهلي السعودي والرجاء المغربي ووهان الصيني والزمالك المصري. الزمالك ما شاء الله عليه بعد ما حقق إنجاز رهيب وطلع الرابع من 4 فرق في البطولة الودية اللي فاتت، راح يكمل عشان يطلع برضو الرابع من 4 فرق. حاجه تكسف بصراحه. الزمالك اللي نجومه الكبار قاعدين الوقت في القنوات عاملين فيها محللين وشويره وبيشروا على مجلس الاداره وخبراء، والجماهير بيقعدوا يقللوا من الانجازات اللي الاهلي حققها، ان هو ثالث العالم، الاهلي ثالث العالم. مش عاجبهم، هم بقى بيطلعوا الرابع على 4 فرق، 4 فرق تقريبا كلهم محليين في بطوله وديه. حاجه تكسف بصراحه والله العظيم. الواحد مكسوف للزملكاويه دولت سلف. السنغال هي الفريق الوحيد اللي قدر يفوز ال3 ماتشات بتوعه وياخد 9 نقاط في دور المجموعات في الدور الاول. امام عاشور على حسابه على الانستجرام بيقول الحمد لله على كل شيء، انا كنت بين الحياه والموت، شفت حاجات امبارح يا رب ما تكتبها على حد. يا رب يا حاج امام، وربنا يشفيك ويعافيك يا رب. ما تنساش لايك وشير واي حاجه حلوه كده منك. سلام عليكم.